صنع كل شيء لأجلنا. قول لماذا تجسد؟ أقول عشان خاطري. ليه نزل من السماء وترك المجد وقبل أن يوجد في الهيئة كإنسان؟ أقول من أجلي. لماذا صلب؟ طبعا من أجلي. لماذا احتمل العار مستهينا بالخزي؟ من أجلي. لماذا صام 40 نهار و40 ليلة؟ عشاني. ولماذا جرب من إبليس جميع التجارب مدة 40 يوم؟ أقول عشاني، عشان يرفع عني نير العدو الشرير. ولما كسر الشيطان وأذله وطرده، كسره عشاني، عشان يعطيني أنا النصرة إن أنا أقدر بالمسيح يسوع أغلب الشيطان. ليه؟ لأن قدرة الإنسان ضعيفة قدام الشيطان. دي طبيعتين مختلفتين، ده رئيس ملائكة وكل جنوده، قوة رهيبة جدا، والإنسان مخلوق ضعيف. فما فيش وجه للمقارنة بين قوة الإنسان وقوة الشيطان. عشان كده ما فيش إنسان نجا من حروب الشياطين ومن السقوط، ما فيش إنسان. أما المسيح صار إنسان وغلبه كإنسان، أعطاني السلاح ده إن أنا بالمسيح يسوع أقدر أغلب. أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. وقال للرسل الأطهار: اشفوا مرضى، اخرجوا الشياطين. يعني ايه؟ خلاص بقى، ما العدو الكبير قوي ده اتذل. عشان كده بقول التجربة اللي جربها المسيح دي وأعطاني النعمة الكبيرة دي، إن أنا الإنسان الضعيف الترابي أقدر بنعمة المسيح أغلب. هذه الغلبة التي نغلب بها العالم إيمانا.